صغيره عامه يعني. ممكن كوبايات زي دي، ممكن فناجيل صغيره، علب، اطباق صغيره زي دي مثلا، اي حاجه. الحاجات الصغيره عشان هو مش بينفع في حاجات كبيره. احنا معانا واحد بطيخ وده مانجا، هيتعاملوا على بعض عادي، هيدونا اللون الاحمر. هنا معانا ميه اهي. الباكو بياخد كوبايتين على السخن وكوبايه على البارد. ازاي يعني؟ هنحط 4 كوبايات عشان دول 2، هنحط عليهم كمان 2. كده 4 كوبايات هيتغلوا، ولما يتغلوا ونضيفوا هنحط 2 باردين. كده الميه بدات تغلي، هنفضي عليها البواكي دي. توطي النار بس عشان خاطر ايه، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بص هيبداوا يدونا ايه، اللون الاحمر. هما يدخلوا في اللون الاحمر هما الاثنين. ممكن نحط له حبه سكر، هو بيبقى محلي بس عشان الاطفال بتحب سكره زياده شويه. 2 سكر او 3. والميه يا جماعه الباكو بياخد 3 كوبايات، 2 مغليين وواحده بارده، يبقى 6 كوبايات على الباكوي. اهو احنا حطينا 2 سكر بس عشان خاطر ايه، يديله طعم، يحل الطعم شويه معاه، لكن هو حلو. يغلي حبه مع بعض كده مع التقليب، وبعدين نبقى بص هو كده بدأ يغلي اهو. اول ما يغلي بيتحط له كوبايتين ميه باردين. يعني هو بياخد يا جماعه زي ما قلت لكم، بياخد الباكوين بياخدوا 6 كوبايات ميه، يعني الباكو عليه 3 كوبايات، 2 مغليين وواحده بارده، ومعلقتين سكر. في ناس ما بتحبش تحط السكر بس يعني يزود الطعم شويه. هعبيه دلوقتي. هنعبيه هو كده، هنعبيه ويتحط في التلاجة. هو بياخد وقت في التلاجة، بياخد وقت كتير، يعني ممكن يقعد فترة طويلة، لو كام ساعة مثلا، ممكن يقعد اليوم كله، بس في التلاجة من تحت مش في الفريزر، عشان في الفريزر هيعمل تلج. كده رجعنا لكم تاني بعد ما عبيناهم. كده دول كده باكوين عملوا الكمية دي. مش لازم نملى كوبايات قوي يعني عشان ما تتكبش، وهي بتجمد في التلاجة. كده هتحط في التلاجة، هتاخد لها كام ساعة، مش شرط نحسب لها. اي ما تجمد طلعي للاولاد ياكلوه، مش شرط في الفريزر، على الرف، اي رف كده حط فيه هو هيجمد مع نفسه. بس يعني لسه بدري، اول يوم تعمليه بدري هو يبرد، تعمليه بالليل، تعمليه الصبح، ياخد معاك وقت طويل. رجعنا لكم تاني بعد ما جمد، بقى جامد جدا. بص بقى بالشكل ده اهو، كله بقى جامد. بقى جامد بالشكل ده، بقى بالشكل ده كله بقى كده. بياخد وقت طويل شويه بس بيبقى كده في الاخر بالشكل ده.